بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم عبد الرحمن زكريا. ده فيديو بسيط اللي هو ازاي نعمل رسمة بسيطة على الاوتوكاد. طبعا الرسمة هتبقى عبارة عن بلان، عبارة عن سيكشن، عبارة عن اليفيشن. انا هبدأ بالاليفيشن. طبعا الغرض من الدورة دي ان انا بنفذ، واثناء التنفيذ انا بقول الحاجات او الاوامر اللي انا استخدمتها عشان ارسم حاجة بسيطة، فبالتالي انا بشرحها. طيب انا لو بصيت هنا انا عايز ارسم الاليفيشن ده، عايز ارسم السيكشن ده، وعايز ارسم البلان ده. تمام. طيب انا عشان اعمل فرونت اليفيشن بسيط انا عندي طريقتين. يا اما اعمل الحيطه دي كده مالتي لاين، تمام، او اعمل اكسس وفي نفس الوقت اخد منها اللي هو الجزء اليمين من الحيطه والجزء الشمال من الحيطه. انا هنعمل الطريقتين دلوقتي. طيب انا هنبدا دلوقتي بالطريقه بتاعه الاكسس، هنطبقها هنا، وطريقه المالتي لاين هنطبقها في البلان. تمام. فعشان اعمل الاكسس بكل بساطه انا عندي الحيطه دي عرضها 2/10. تمام. هي عرضها 2/10، فبعمل اكسس بيمر بمنتصفها، وفي نفس الوقت الحيطه دي كده بعمل اكسس بيمر بمنتصفها، ونفس الكلام هنا. ممكن نسميه اكسس او خط مساعد، اللي هو انا الخط ده باخد منه اوفست يمين واوفست شمال عشان اعمل الحيطه بالظبط. تمام. الحكايه هتوضح اكتر بالتجربه. انا هنعمل خط اهو مثلا كده بالشكل ده. هتيجي هنا مثلا اكتب زد انتر اي انتر عشان اكبر مساحة الشغل بتاعتي تبقى فيه حرية اكتر. تمام. انا عشان ابدا الشغل بتاعي الاول في حاجة عايز اتكلم عنها اسمها اللاير. زي الفوتوشوب كده انا ما اقدرش مثلا اعمل دمج لكذا صورة من غير ما استخدم اللاير، بحيث ان انا مثلا لو عايز اتحكم في جزء معين لازم ارجع لللاير بتاعته عشان يبقى فيه سهولة اكتر في التعامل. نفس الكلام هنا. انا ممكن اعمل المبنى بتاعي في لاير واحد، بس لو حبيت اعدل على الشبابيك بس تبقى الحكايه صعبه، او لو حبيت اعدل على الحيطه بس او اديها ماتيريال مثلا معينه، او بلاش ماتيريال، او مثلا اديها لون معين، او اديها مثلا اي تغيير مثلا فيها. فلو انا مش عامل لاير تبقى الحكايه صعبه وقد تكون مستحيله. فانا الاول بنعمل لاير، مثلا لاير للشبابيك، لاير للابواب، لاير للحيطه. تمام. ممكن لاير للسقف. عشان اعمل اللاير اجي اضغط على الايقونه دي كده. تمام. بعد ما ضغطت على الايقونه دي اتك على اللي هي نيو لاير. تمام. عمل لي لاير انا هسميه مثلا، هكتب الاكسس مثلا، هعمل لاير للاكسس واخلي لونها مميز. تمام. مثلا هيبقى اللون اخضر كده مثلا. ممكن اعمل لاير تاني اسميه مثلا الويندو مثلا، او اسميه مثلا الوول، ايا كان. خلاص انا مش هعمل لاير تاني، انا هستخدم دول بس. حاجه بسيطه، عملت اللاير اسمه اكسس حطيته لون اخضر، معنى كده انها على الديفولت اللي هي اسمها زيرو. تمام. يعني انا لو رسمت اي شكل هياخد الخصائص بتاعه صفر، اللي هو اللون الاسود ونفس نوع الخط ونفس كل حاجه. طيب انا عملت لاير جديد عايز افعله، دبل كليك هنا كده، ولو رحت بقى رسمت خط هنلاقي لونه اخضر زي ما احنا شايفين كده اهو، لونه اخضر. تمام. طيب انا هفعل الاكسس لحد ما نعمل الاكسس بتاعتي، ولما اجي اعمل الحوائط هنيجي نفعل الديفولت اللي هو الزيرو، او لو احتجت اعمل لاير جديد هنعمله. طيب انا عايز دلوقتي نعمل الاكسس بتاعتي. لو انا بصيت في المبنى انا عايز اعمل اكسس في النص كده، ومنها هناخد اكسس هنا واكسس هنا عشان احدد الحوائط بتاعتي. الموضوع بسيط. انا الاول هبدا مثلا من النص، هنعمل اكسس كده مثلا، هعمل لاين واخد نفس خصائص اللاير اللي انا عاملها مثلا كده اهو، عملت اكسس كده. تمام. طبعا الابعاد مثلا لو عندي اقدر استخدمها. انا عندي دي 2/10 ودي 2/10 والجزء ده كله 3 وده كله 3 وده 2/10. انا عملت ده في النص. طيب يبقى لو حطيت هنا اكسس في النص واكسس هنا في النص البعد بينهم كام؟ هيبقى 1/10 زائد 3 زائد 1/10، يعني هاخد هنا كده اكسس على بعد 3 و2/10. عشان اعمل دي عندي طريقتين. يا اما هناخد خط من هنا كده على بعد 3.2 واطلع بيه، او بكل بساطه استخدم حاجه اسمها اوفست، وده اول امر هنستخدمه النهارده ومهم، اسمه الاوفست. الاوفست بياخد خط موازي. لو اتكيت هنا هعمل انتر، هنا بيقول لي حدد المسافه اللي انت عايز تمشيها. انا عايز امشي مسافه 3.2. بعد كده بيقول لي سيلكت اوبجكت، انا هحدد الاوبجكت اللي انا عايزه. بعد كده بيقول لي شوف انت عايز تحطه في انهي سايد، انا عايزه في السايد ده كده. تمام. بالشكل ده كده. دي كده ال3 و2 بتاعتي. طيب نفسه
هاخده في السايد ده كده. فبالتالي انا عملت الاكسس بتاعت الحوائط بتاعتي. تمام. انا دلوقتي عايز اعمل الحيطه، انا عايز اعمل الحيطه بقى نفسها. لو جيت مثلا هنا الحيطه دي من اول النقطه دي لحد الارض دي 5 و7، ودي نفس النظام 5 و7، والجزء ده كده 3 من 10. تمام. فانا هنيجي هنا الاوفست. طبعا الاول هنعمل الحيطه بالطول الكامل ليها. تمام. هحدد المسافه اللي هتحركها. المره دي هعمل 1 من 10. بص اللي هيحصل، انا هنقف هنا كده واوفست شمال، نفس النظام هنا اوفست شمال مثلا اوفست يمين، نفس النظام هنا كده. تمام. وما انا جاي محدد كل دول وعامل شيفت ومستثني اللي في النص دي، مستثني اللي في النص ومستثني اللي في النص. اللي انا محددهم اروح على الاكسس اخليهم 0، اللي هي الديفولت بتاعتي اللي لونها اسود. فبالتالي انا عملت الحوائط سليمه. تمام. دي بقى فايده الاكسس، فايده اننا نعمل اكسس هي بتسهل عليا. طبعا مع الوقت مع التدريب الحكايه بتبقى بسرعه، بس انا بشتغل بالراحه عشان ده لسه اول فيديو في الاوتوكاد. طيب انا عايز الخط ده، عايز احط خط هنا كده يبقى خط مساعد ليا، بحيث ان انا احدد النقط دي واحدد النقط اللي هي تحتيها ب3 من 10 عشان اعمل السقف. تمام. وعايز اعمل خط مساعد هنا كده عشان يحدد لي الجزء ده. بكل بساطه مش ده المسافه بين الخط ده والخط النقطه دي كده، المسافه بينهم 5 علامه 7. تكه اوفست كده نكتب 5.7. بعد كده احدد دي واطلعها لفوق. طيب بعد كده ناخد دي كده بالاوفست برضو 0.3 نخليها كده بكل بساطه. طيب الخط ده كده من اول هنا لحد هنا ده طوله 6.8. تمام. اوفست جاي كاتب 6.8 وواخد دي كده مطلعها لفوق بالشكل ده كده. تمام. طيب انا عملت الحيطه بتاعتي، انا خلاص انا عملت فعلا الحيطه اللي في النص دي ابعادها، الحيطه دي كده دي ابعادها، فخلاص هي من اول هنا كده ونزل. طيب انا هناخد عايز اعمل النقطه اللي فوق دي خط عندها، فهطلع 3 من 10. تمام. نختار الاوفست تاني هنعمل 3 من 10. تمام. انا دلوقتي عايز اعمل اللي هو السقف المايل. السقف المايل بالطريقه دي كده، انا عندي زي ما احنا شايفين بيبدا من اول النقطه دي لحد اعلى نقطه وبينزل تاني. فهنشتغل لاين عادي جدا من اول النقطه دي كده لحد النص ده كده ونزوم عادي بالبكره. كنترول زد. انا عايز اشتغل على الديفولت اللي هو 0. فمن اول هنا لحد هنا وهينزل لنفس النقطه. لو انا بصيت هنا كده هنلاقيه بدأ من تحت من 3 من 10 وكمل للنص عادي. تمام. فانا هننزل لحد هنا، بعد كده نطلع تاني لفوق، بعد كده هننزل تاني لحد هنا كده. فبالتالي انا عملت شكل السقف بتاعي. طيب في خطوط زياده انا مش عايزها، ده ياخدنا لتاني امر مهم نستخدمه، حاجه اسمها الترم. الترم لو تكيت عليها وتكيت انتر ده بيشيل لي كل التقاطعات اللي انا مش عاوزها. يعني ايه؟ يعني انا مش عاوز ده صح، او خلينا انا مش عاوز ده كده، معلش ادي ترم انتر. انا مش عايز ده، مش عايز ده، تعالى جوه، مش عايز ده، مش عاوز ده كده زي ما احنا شايفين. تمام. ده كده مش عاوزه، ده كده مش عاوزه، دول كده مش عاوزهم، دول كده مش عاوزهم. اللي انا مش عاوزه بقى ببدا اشيله كله. تمام. دول كده مثلا مش عاوزهم، انا بقى ابدا اشيل كل الزيادات. طيب في حاجات ما اتشالتش عشان مش متقاطعه، انا هنحددها نفسها عادي اهو، ديليت عادي جدا ديليت. عندي مثلا الخط ده هنحدده من اليمين للشمال، ديليت. خلي كل التحديد من اليمين للشمال عشان ناخد ولو جزء بسيط من العنصر بتاعي، او من اليمين كده للشمال، ديليت. محدش احدد من الشمال لليمين. اصل ايه الفرق بين التحديد من اليمين للشمال وبين الشمال لليمين؟ انا عندي مثلا ده ضلع اهو ده كده، انا لو خدت جزء منه من اليمين للشمال هيتحدد كله. طيب لو من الشمال لليمين اخدت جزء مش هيتحدد، لازم اخده كله كده. تمام. فمش من اليمين للشمال يعتبر افضل شويه.
حاليا يعني بالنسبه للاستخدام الحالي عملت شكل بسيط اهو زي ما احنا شايفين دي النتيجه. دلوقتي انا عايز اعمل الشباكين دول او الاربع شبابيك برضو والباب. طيب بنفس النظام انا هنعمل اكسس، هعمل اكسس بعد كده هنعمل التقاطعات اللي بينهم، بعد كده نشيل الزيادات. لحد دلوقتي هي دي الطريقه اللي احنا ممكن نستخدمها، وفي نفس الوقت انا بحاول استخدم طرق طويله عشان نعدي على اكتر من امر نحاول نستخدمه ونمرن ايدينا اكتر. تمام. لو بصيت تاني معلش للشكل، لو بصيت هنا كده دي كده تبعد 9/10، بعد كده الشباك 1 و2، المسافة دي 1.5، دي الشباك 1 و2. فأنا سريعا هناخد اوفست بالأطوال دي. ادي الاوفست عندي 9/10. خلاص أنا بقيت عارف الطريق، أحدد الأرض بتاعتي لفوق كده. بعد كده تاني اوفست، نعمل كده اوفست. طبعا بتك او، يا إما بتك على دي أو بتك على الأو. عملت 9/10، اعمل 1.2 بالشكل ده. بعد كده اوفست او كده، انتر، اختار الطول بتاعي، انا عايز 1.5 كده. بعد كده اوفست هنعمل 1.2 بالشكل ده كده. طيب انا عملت خلاص الشبابيك، يعني انا عملت الخطوط العرضيه بتاعت الشبابيك. فاضل لي اعمل ايه؟ الخطوط الرئيسيه عشان احدد الشباك، وهنا ان يبقى النظام مختلف شويه. تمام. انا هنعمل الجزء ده كله. انا عندي البعد بين اول الحيطه لحد اللي هو الخط اللي في النص ده عباره عن 1.5. في نفس الوقت الشباك كله 9/10، يعني اليمين 0.45 وعلى الشمال 0.45. طيب انا هنعمل لاين عادي جدا من اول هنا كده، هناخد خط واحد او اسف من اول فوق، هعمل لاين كده عادي، انتر. من اول هنا كده هناخد 1.5 ومجاي نازل لحد تحت، وبالاوفست هناخد علامة 4/5 عشان ناخد ده واحد كده يمين وخط شمال. طيب انا دلوقتي عملت الشباكين، ايه الخطوط الزياده دي؟ بالترم. ممكن افعل الترم بعد كده انتر واقول له مثلا شيل لي دول كده، شيل لي ده، شيل لي دول، وشيل لي دول. تمام. طبعا لو دول ما اتشالوش فهنحدد كل واحد، معنى كده انهم ما بقوش متقاطعين بالشكل اللي يخلينا نشيلهم، فبالتالي يدوي نشيلهم يدوي وخلاص. هنا في تقاطع، الخط كله متقاطع، فانا هنعمل ترم، ممكن تي ار كده بالشكل ده كده. على فكره انا ممكن اعمل ده كمان، ممكن اعمل دول كده. خلاص انا هبدا اشتغل هنا. طيب الشباك ده زي اللي هنا، هعمل خط كده مسافه 1.5 وانزل بيه لتحت. ممكن امشي كده بدل ما اخد اوفست، امشي كده ب.45 بنفس الخط واخليه يطلع لفوق. تمام. ومن اول هنا كده 0.45 واخليه ينزل لتحت بالشكل ده، واخد ترم كده. فاضل لي الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت كالاتي، انا عندي ده شباك، طيب نفس الطول بتاع اللي جنبيه، وعندي جنبيه في باب. انا عايز اعرف الابعاد. عندي دي كده 3/10، الباب كله 1/10، وجنبيه 3/10. فانا هعمل حاجه اسمها خطوط مساعده. تمام. من اول هنا كده الزاويه 180، اعمل مسافه 3/10 وانزل بيه. انا كده عملت اول حاجه في الباب. على زاويه 180 برضو اعمل الطول عايزه متر واطلع فوق كده. انا كده عملت الباب. اجي تاني من اول هنا، همشي مسافه 3/10 وانزل كده. انا كده عملت اول ضلع في الشباك 0.9 واطلع فوق. انا كده عملت الشباك كله. تمام. ممكن اعمل خط من هنا كده، من اول هنا انا عايز 0.45 وانزل تحت. انا كده عملت الشباك بتاعي. اروح بقى الامر الترم، ترم بعد كده انتر، بعد كده احدد التقاطعات اللي انا عاوز اشيلها. اللي متشالش معايا طبعا معنى كده انه مش متقاطع مع حاجه، فبالتالي هشيله يدوي. عايز اعمل الجزء اللي جوه في الباب اللي هو الجزء ده سمكه 1/10، فاروح على الاوفست بتاعي 1/10. ده نحطه هنا، ده نحطه هنا، ده نحطه هنا كده. اروح على الترم انتر، ومن جاي ده من اليمين للشمال، ده نفس النظام كده. وبالطريقه دي انا عملت فرونت اليفيشن. طبعا بالتدريب، اثناء طبعا التدريب انتوا لما تتدربوا مع نفسكم هتلاقوا الحكايه اسهل اكيد.
هنكتفي بده النهارده، ويبقى في البلان والسكشن هيتعمل كل واحد في فيديو منفصل عشان يبقى الدروس خفيفة وبسيطة. وشكرا لكم.